يمكن هتفتكروا ان دي فلوج روتيني اليومي، ولكن الفلوج دي مميزة شوية لان انا جاية لكم بخبر جديد. ايوه، زي ما كتير منكم خمن انا نقلت دبي. وقبل ما تقولوا اي حاجة، عشان اوريدي جالي كومنتس فرح، يعني انتي مش هتنزلي مصر تاني؟ اكيد اكيد لا يا جماعة، دي اصلا مش حاجة تتقال. انا بس حاليا مستقرة في دبي، بس الحمد لله انا اقدر انزل مصر وقت ما انا عايزة. فممكن انزل في اجازات، في ويك اند، حرفيا اي وقت جه على بالي. مصر وحشتني هتلاقوني بنزل. بس انا حاليا مستقرة في دبي، ده الاختلاف اللي حصل. ولكن طبعا هتلاقوني بنزل مصر كتير جدا لان انا طبيعتي ما اقدرش ابعد عن مصر. فما تقلقوش، هتلاقوا فلوجز كتير اكيد في مصر عادي. بس انا جاية اقول لكم الخبر الجديد ده، ان انا نقلت دبي. ومتحمسة جدا ان انا اخدكم معايا في الجيرني او الرحلة الجديدة دي، وطبعا هشارك معاكم كل حاجة. فيلا نبتدي الفلوج. كنت مشغلة أذكار الصباح وخلصتها. بحب إن أنا أشغلها على طول الصبح عشان نبدأ اليوم كده إيه ببركة. ما تنسوش تعملوا كده. بعد كده بقى بحب أشغل سورة البقرة. بحب أعمل الحاجة دي كده الصبح عشان الواحد يبتدي اليوم ببركة زي ما قلت لكم. فحاولوا على قد ما تقدروا تعملوا الموضوع ده وانتوا رايحين الشغل، المدرسة، قبل يعني ما تروحوا، أو حتى وانتوا في السكة اسمعوها. رجعت لكم بفلوج جديدة. الفترة اللي فاتت شفت كل الكومنتس بتاعتكم، إذا كانت على الانستجرام، تيك توك، يوتيوب. فرح احنا عايزين فلوجاتك بتاعت زمان، وحشتنا. I am back بأكتر نوعية فيديوهات انتوا بتحبوها، الفلوجز. تعالوا نبتدي اليوم. انا معرفش ليه مؤخرا في دبي عمالة اصحى متأخر، بس يمكن عشان انا لسه يعني الروتين بتاعي مش زي مصر بالظبط، فبحاول ان انا اظبط الروتين بتاعي. فصحيت النهارده متأخر شوية، بس اتس اوكي اتس اوكي. هنحاول نظبط الروتين بتاعنا مع بعض. مش كل يوم بعمل الموضوع ده، بس من يوم ليوم بحب ان انا ابدا الصبح بعد لما بغسل وشي. استنوا اوريكم استخدمت ايه. الكلينزر ده من اكسس واي، اسمه Sunday Morning Refreshing Cleansing Foam. ده شكله بحب استخدم ده الصبح، بس الصراحة عجبني جدا جدا. بعد كده بحب احط تونر بادز بتاعت إيزن تري، رهيبة يا بنات. لو اي حد عنده بشرة جافة، التونر بادز دي تحفة. دي جبتها كذا مرة اصلا من كتر ما هي عجباني وبحبها قوي. هي بترطب. بحب احطها كده هنا، بس بحطها كده واعمل الفطار. فيلا بينا. مفيش حاجة جديدة اتغيرت في الفطار بتاعي بصراحة، هو نفس الفطار. لو حد بقى متابعني من زمان هيبقى عارف ايه الفطار ده. بيض عيون مع التوست وكده، ايه نبقى تمام. بحب بقى ازود على البيضة شوية ملح وشوية كمون. عقبال ما البيضة تستوي بحب بقى اسخن التوست. الناس اللي عايشة هنا في الامارات، عايزاكم تقولوا لي افضل البراندز من ناحية الاكل يعني. احسن لبن، احسن ماركة توست، الحاجات دي يعني. في كده براندات بتبقى مشهورة، فاهمين قصدي، وبتبقى حلوة يعني. فالناس اللي عايشة هنا صحوا بنتكم وقولوا لي ايه البراندز اللي حلوه هنا، اذا كانت ميه، توست بقى، في الاكل، اي حاجه. وبتجيبوا اصلا حاجتكم منين؟ يعني بتجيبوا الاكل منين؟ يعني ايه السوبر ماركت اللي مثلا مشهور هنا في الامارات؟ كل الحاجات دي اكتبوا لي بقى في الكومنتات، عشان ايه محتاجه نصيحتكم. مؤخرا بقيت obsessed بحاجه اسمها ايرل جراي تي. صراحه انا معرفش اسمه ايه بالعربي، اعتقد برضو اسمه شاي الايرل جراي. بنات تحفه. انا متحمسه اشارك معاكم كل جديد بقى هنا في الامارات. التوست خلص. فاكتبوا لي بقى انتوا عايزين تشوفوا ايه هنا في الامارات. هل مثلا في حاجات معينه عايزين تشوفوها؟ هل في حاجات عايزيني اجربها؟ انا نفسي اعمل لكم فيديو ان انا اجرب سناكات اماراتيه، بس الفكره ان انا مش لاقيه قوي. يعني معظم السناكات اللي موجوده لقيت مثلا شيبسي عمان، حاجات زي كده. فلو انتوا تعرفوا اي سناكات معينه اماراتيه اكتبوا لي في الكومنتس عشان اروح وادور عليهم، لان بجد بجد نفسي اعمل الفيديو ده. وكمان نفسي اعمل لكم فيديو ان انا اجرب الاكل الاماراتي. عمري ما جربته قبل كده، فصراحه عايزه اجربه. فتحمست.
فاكتبوا لي بس في الكومنتس، يعني مثلا هل في مطعم معين بيعمل اكل اماراتي حلو ويكون اوثنتيك، يعني عايزه حاجه تكون اكل اماراتي، فاهمين قصدي؟ انا ما اعرفش صراحه اي حاجه، فمش كده عايزاكم تكتبوا لي اكل اماراتي، مطاعم يعني، وسناكات اماراتيه، عايزه اجرب سناكاتهم كده، السناكات اللي كنتوا بتاكلوها وانتوا صغيرين، عارفين؟ يعني انا في مصر في كده سناكات مصريه كنا على طول بناكلها مثلا واحنا رايحين المدرسه واحنا صغيرين كده يعني. فعايزاكم تكتبوا لي بقى في الكومنتس وتقولوا لي السناكات والمطاعم، لان متحمسه قوي. طبعا انا بحاول اعود نفسي ان انا ما اشربش الشاي بسكر، بس انا لسه مش عارفه، بس دي مرحله اخرى بقى يا اصدقائي، بعدين نبقى نحاول نعملها. طبعا هتقولوا لي يا فرح فين الميكس كراميلوز، فين الايس تي بيتش؟ هقول لكم الميكس كراميلوز للاسف مش موجود هنا، وايس تي بيتش جبته معايا من مصرنا الحبيبه او من كوريا بقى يعني، بس جبته معايا. بس الصبح صراحه بقيت احب ان انا اشرب شاي بلبن، تفهموش في ايه اللي حصل، بس I have been obsessed. هذا هو فطوري، هروح بقى افطر واجيلكوا نكمل مع بعض اليوم، نشوف هنعمل ايه هنا في دبي، وروتيني في دبي عامل ازاي. هشوفكوا بعد الفطار. لماي مورنينج سكين كير روتين، او الظهر سكين كير روتين بقى، لان خلاص الساعه بقت 1. اول حاجه بحط التونر ده من سالي ماكس. التونر ده حلو قوي، اللي هو الميلك تونر ده، لو انتوا بشرتكم جافه ده حلو جدا جدا، بحب احطه الصبح لانه بيرطب بشرتي، حلو قوي لو انتوا حاجز البشره بتاعكم متدمر، وده انا دلوقتي. فده من سالي ماكس تحفه، اسمه دول بارير كريمي تونر. بعد كده بستخدم ده من ميدي كيوب، اللي هو السيرم البينك، اللي هو البي دي ار ان البينك سيرم، اكيد كلكم عارفينه اوريدي، شفتوه لانه هو كان ترندنج جدا. دي تاني مره اجيبه صراحه لانه عجبني قوي. وبعد كده الاي كريم ده مش بقدر ان انا استغنى عنه، اتس سو جود، بتاع اكسس واي، برضو اكيد كلكم عارفينه، اتس ماي فيفورت. بحب برضو استخدمه الصبح لانه بيرطب تحت عيني. واخر حاجه بحط كريم شمس. بقيت ان انا ما احطش مرطب الصبح لان حسيت ان تو ماتش بقى على بشرتي، فبقيت احط كريم شمس على طول. بستخدم ده من ايزن تري، انتوا عارفين اوريدي، لو متابعيني من زمان هتبقوا عارفين ان ده اكتر كريم شمس انا بعشقه. وبحط ده من تير الليب اويل بتاعهم، اللي هو لونه احمر، لان بيدي كده لون لطيف للشفايف. قلت اوريكم المنتجات على السريع. طبعا انتوا عارفين عشقي للجورنالينج او التدوين، لازم كده كل يوم الصبح اقعد واكتب الحاجات اللي ورايا. النهارده في النوت بوك بتاعتي وعندي ستيكرز، فعايزه اقعد اعمل كده النهارده ايه، لان بجد الفتره الاخيره ان الواحد ينقل من مصر لدبي وكل ده بجد كان في تشتيت كتير، والروتين بتاعي ما كانش ماشي بالظبط زي ما كان في مصر طبعا اكيد يعني. فبحاول انا الفتره دي انظم بقى كل حاجه عشان ارجع باك اون تراك. فعشان كده بدات اصور لكم فلوجز. اليومين اللي فاتوا كانوا سوبر اكسايتنج وكان نفسي اصورهم لكم، بس بجد من كتر ما انا حرفيا ما كانش عندي وقت نسيت ان انا اصور فلوج اليوتيوب. ولكن عندي خبر حلو قوي، ان هيئه السياحه الكوريه كرموني كسفيرة الدعاية الكورية عندهم. بجد it was so fun. هحط لكم كليبس دلوقتي وممتنة جدا، وكل ده بسببكم انتوا ودعمكم، ف thank you so much. كان نفسي اصور لكم فلوج اليوم ده، رحت ابو ظبي وكده، بس بجد معرفش ايه اللي حصل ونسيت تماما ان انا اصور فلوج، فعشان كده حطيت لكم كليبس دلوقتي. النهارده برضو عندي ايفنت بالليل، بس عايزه دلوقتي اقعد، عندي كميه شغل انتوا مش متخيلين. عشان كده بحب ان انا امسك النوت بوك بتاعتي ولازم بكتب ان شاء الله. دي الستيكرز الوحيده اللي جبتها معايا لاني خدتها من هنا اصلا في دبي، فنحط هذا الستيكر الكتكوت هنا مثلا. بكتب بقى الحاجات اللي انا عايزه اعملها النهارده. طبعا مش شرط ان كل الحاجات تتعمل، لان اكيد ساعات في حاجات في اليوم بتحصل وبنضطر ان احنا نكنسل حاجات مثلا كنا هنعملها، او بنعمل حاجات تانية خالص. بس اتليست انا الصبح بحب اكتب الحاجات اللي انا ورايا النهارده عشان ما تشتتش. عارفين يا جماعة، وقت لما كنت في المدرسة وكنت بقعد أذاكر كان لازم أجيب حاجة أكلها تشجعني على المذاكرة. نفس الحاجة في الشغل بالظبط، لازم أجيب حاجة
تشجعني على الشغل. معلش يا جماعه، في حاجات ما بتتغيرش، انا محتاجه حاجه تشجعني على الشغل، والايس كريم هيكون هو الحاجه اللي هتشجعني على الشغل. كده الواحد بقى يشتغل، كده الواحد يبتدي شغل وهو مبسوط. صح يعني حاجات بسيطه بس والله يا جماعه بتفرق. يلا هقعد اشتغل بقى. هلو اصدقائي، جهزت عشان اروح الجيم، ولو سامعين باك جراوند ميوزك فدي الغساله، فما علينا. جالي بوكس all the way from Korea، اكتر براند شنط كوريا بعشقها اللي هم سامو اوندو، بعتولي PR باكج وجواها شنطه، بس هنفتحها لما اجي من الجيم عشان انا عايزه انزل الجيم دلوقتي حالا، يا دوبك الوقت لان عندي ايفنت بالليل ف لازم انزل دلوقتي. بس هنعمل انبوكسنج للباكج دي في الفلوج دي وانا رايحه الجيم صراحه، ولا بحط ميك اب ولا اي حاجه، عايزه احط بس كريم شمس. انا كنت اوريدي حاطه الصبح، فبحب احط السيسي كريم ده من براند كوريا اسمها ايربوريان، ده حلو جدا. سيسي كريم هو فيه كريم شمس وفيه لون سنه كده، فبحب احطه على المناطق اللي فيها احمرار في وشي، بس انا عامه بحطه على وشي كله. وبصوا هو دلوقتي ابيض بس هيقلب لون بشرتي كده. هو كريم شمس بس فيه لون سنة كده، فبحب احطه. وبحب احط التنت ده برضو كنت جايباه من كوريا من براند اسمها روم ان، درجة 28 سنوي ستروبري. اصلا بصوا باكجينج رهيب ازاي. باخد معايا ايه بقى وانا رايحة الجيم؟ ازازة ميتي لتر عشان تفكرني ان انا اشرب الازازه كلها، وسماعاتي عشان بجد استحاله اقدر اعمل ورك اوت من غير ما اكون بسمع اغاني او بسمع اي حاجه عشان تحفزني وانا بعمل ورك اوت. فدي الحاجات اللي هاخدها معايا، ويلا بينا ننزل نعمل ورك اوت. ما تنسوش تحركوا جسمكم يا اصدقائي، مهما كان هتعملوا ايه، هتنزلوا تتمشوا، هتنزلوا تعملوا رياضه، حتى لو هتعملوا رياضه في البيت، بس مهم جدا ان احنا نحرك جسمنا كل يوم اتليست 30 دقيقه. مهما بقى كنتوا بتعملوا ايه، بس تحركوا جسمكم متواصل 30 دقيقة. ارقصوا بقى، انزلوا تمشوا، اعملوا اي حاجة بس حركوا جسمكم، لان بجد هتديكوا طاقة ايجابية، هتحرك الدورة الدموية في جسمكم، positive energy. فما تنسوش تعملوا كده. هلو أصدقائي، خلصت جيم وطلعت صليت وعملت الميك اب زي ما انتوا شايفين، وعايزة ابتدي اجهز عشان اروح الايفنت. الاوتفيت اللي اخترته النهاردة مميز جدا، لان بجد من ساعة ما جيت دبي او الامارات عامة اكتر ستايل عجبني العبايات. بجد البنات ما شاء الله بيبقى شكلهم تحفة لابسين عبايات، فقررت النهاردة في الايفنت اجرب الستايل ده. الاول قولولي ايه رأيكم في الميك اب. حاليا هصور behind the scenes، هوريكم behind the scenes. عايزة اصور انستجرام ريل، فحطة الموبايل والترايبود، وهصور get ready with me لانستجرام وتيك توك ويوتيوب شورتس. يلا بينا. دي اول مرة هلبس عباية واروح ايفنت، بس انا متحمسة جدا. ايه رأيكم؟ اروح بقى البس واجيلكم. هروح بقى البس واجيلكوا يوتيوب. اوتفيت تشيك، لبست العباية. بجد يا جماعة I'm obsessed with this look. لبست من تحت كده بنطلون كلاسيك. This is the outfit. يلا بينا ننزل، بس اكتبوا لي رأيكم في ستايل العباية والطرحة. يلا بينا. رجعت البيت، رحت الايفنت. it was so much fun، بس ما طولتش بصراحة. صورت لكم صور حلوة للانستجرام، روحوا شوفوها. وبجد العباية عجباني جدا يا جماعة، عجبني قوي الستايل بتاع العبايات ده. it's so cute. بس دلوقتي عايزين نعمل unboxing. هصوره بصراحة للتيك توك، فهاخدكم خلف الكواليس. اوكي، من كوريا لدبي جماعة، سامو اوندو بعتولي PR بوكس من كوريا لحد دبي،
فيلا نعمل انبوكسنج مع بعض. يلا اكتبوا لي في الكومنتس خمنوا تفتكروا الشنطه اللي جوه لونها ايه. تارارا واو يوتيوب، ايه رايكم في الشنطه؟ بجد تحفه. واو I'm obsessed with it. بصوا بجد، اولا حجمها كبيره قوي 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 وفيها مليون الف جيب، وزي ما وريت بقى تيك توك يعني ان هي تتلبس كده تتلبس كده، تحفه. وبجد بصوا اللون بتاعها خطير، اصلا في الحقيقه باينه احلى بكتير. وجلد الجلد، انا هلبس الشنطه دي كل يوم، فافتكروا ان هي من سام وندو عشان بجد مش هقلعها. بس المهم انا رجعت دلوقتي الساعه كام والله مش عارفه، وانا حاليا متابعه مسلسل اسمه سلمى. لو حد متابعه اكتبوا لي في الكومنتات من غير ما تحرقوا عليا حاجه. المسلسل عجبني جدا وشددني جدا، معرفش في ايه، مع ان انتوا عارفيني انا بتاعت كوريا، يعني انا مسلسلات كوريا وكده مش عربي، ولكن مسلسل سلمى شددني جدا بجد. نفسي اعرف جلال هيشوفها امتى. انا اصلا مقرره ان انا عايزه اعمل لكم الفيديو اللي احنا كنا بنعمله زمان لو فاكرين، افضل المسلسلات الكوريه، لانه من اول شهر 10 لحد دلوقتي في كميه مسلسلات نازله رهيبه. فانا عايزه اعمل لكم كده سامري. قولوا لي في الكومنتات لو حابين اعمل لكم الفيديو ده اللي هو افضل المسلسلات الكوريه اللي كنت بعمله لكم زمان. بفكر اعمله لكم بصراحه، فشجعوني كده في الكومنتس وقولوا لي. ويلا بقى هروح اريح عشان بجد خلاص مش قادره. صباح الخير اصدقائي واحبائي، يوم جديد. عايزه دلوقتي انزل الجيم. انا صحيت وما فطرتش وقلت انا هنزل الجيم الاول على معده فاضيه واعمل شويه رياضه، وبعدين بقى اجي افطر ونشوف هنعمل ايه النهارده. صراحه النهارده ما عنديش اي خطه، ومبسوطه ان ما عنديش اي خطه، لان الايام اللي فاتت كانت مليانه ايفنتات وترتيبات وشغل وحاجات كتيره قوي، حرفيا ما لحقتش كده يوم اقعد اريح. فالنهارده اخيرا جه اليوم ده، فعايزه دلوقتي انزل الجيم. وزي ما قلت لكم في اول الفلوج، ما تنسوش تحركوا جسمكم حتى لو نص ساعه في اليوم، هو المينيمم المفروض نص ساعه يعني، فما تنسوش تحركوا جسمكم نص ساعه في اليوم او اكتر لو انتوا عايزين. تعالوا ننزل الجيم. جيت من الجيم، فطرت وقعدت شويه، جهزت. عايزه اوريكم اوتفيت النهارده. انا اصلا عملت الاوتفيت ده عشان البس الشنطه الجديده يا جماعه، بس قلت اجي احضر الشنطه معاكم. عايزه انزل اشتغل في كافيه. في كافيه انا من ساعه ما كنت باجي دبي الاشهر اللي فاتت بيطلع لي اجربه واشتغل هناك شويه، فتعالوا نحضر الشنطه مع بعض. عايزه اول حاجه اخد معايا اللابتوب عشان زي ما قلت لكم اقعد اشتغل شويه، اعمل اديتنج، ارد على ايميلز، حاجات زي دي. بس يا رب تكفي اللابتوب. كفت. اوكي، يبقى اللابتوب. وبعد كده عايزه اخد هذه الكاميرا عشان لو الكافيه عجبني اخد صور. باخد بقى الباوتش ده بيكون جواه كذا حاجه، سماعه، المايك، انا مش عارفه ليه مش بستخدم المايك شاحن. بحب احطها في باوتش عشان تكون منظمه جوه الشنطه. وهاخد الكفر ده بتاع الكاميرا اللي بصور بيها دلوقتي، والموبايل. ودي كده الشنطه. استنوا انتوا مش شايفين قوي، قولوا لي ايه رايكم، البسها كده ولا البسها كروس؟ حاسه هلبسها كده فور ناو وبس. والاوتفيت بقى نعمل فول اوتفيت تشيك. انا عاده مش بلبس تايجر اصلا، انا من زمان ما بحبش، ولا تخيلوا يا جماعه بجد ان انا زمان ولا كنت بحب اللون البني ولا كنت بحب التايجر، وده دليل ان الانسان بيتغير عادي. دلوقتي اي لاف اللون البني، والتايجر انا صراحه لسه يعني قلت خلاص اجرب ستايل جديد مش مشكله، فحطيته. القميص اللي تحت ده تايجر، والله حاسه حلو. قولوا لي رايكم برضو. بس ده كده الفول اوتفيت. يلا بينا ننزل نروح كافيه. اصدقائي انا غيرت الخطه، قررت ان انا مش هروح الكافيه لانه خلاص دلوقتي المغرب، وانا صراحه كنت عايزه اروحه الصبح يعني، لان هو حلو قوي الصبح. هو مبنى كده لوحده وفيه خضره واشجار وبتاع، فحسيت انه احلى حاجه صراحه ان انا اروح الصبح اشتغل الصبح كده. فممكن اروح بكره ان شاء الله، بس قررت دلوقتي هروح مول
عشان عايزة اجيب شوية حاجات في طلبات عايزة اجيبها، فقررت خلاص اروح اجيب الطلبات وكافيه بقى نروحه بكرة او في فلوج اخرى. فيلا بينا. بحب ميني سو هنا ان هو عنده البوكسز دي، انتوا عارفين انا بحب اجمعها، عجبني دول بصراحة. في ايه تاني حلو؟ دي حلوة بس حاساها طالعة من انمي قوي. اوكي المفروض اختار واحدة. هختار دي. ترى نشوف بقى اما اروح هعمل معاكم انبوكسنج، شوف هيطلع لنا انه واحدة منهم. الايلاينر البني بتاعي خلص، فقلت برضه اجيب واحد اريستوك. اوكي خلصت كده. جماعة في حاجة تانية عجبتني اسمها سلطة برضو عماني، ادمنته. رجعت البيت وعايزة اعمل انبوكسنج لدول لاني متحمسة جدا جدا جدا، بس انا حاليا بصور تيك توك هنا فوق، فهفتحهم على تيك توك بس انتوا هتشوفوا خلف الكواليس. جبت 2 من نفس الحاجة، ربنا يستر ان شاء الله هيطلع لنا 2 مختلفين، بس هصور على تيك توك. فيلا بينا. انا قعدت اعمل كده ميزان في الستور وقلت دي تقيلة ودي مش تقيلة، فان شاء الله مش هيطلعوا زي بعض. انا نفسي فيهم كلهم ما عدا كورومي، هما كلهم سانجيو كاركترز. بجد يا جماعة كيوت جدا كلهم صراحة، احلى من بعض، حتى كرومي كيوت. يلا يلا نعمل unboxing. My melody كيوت كيوت. لا مش هي، عشان في حاجة صغيرة. اللي كان نفسي فيه هو اسمه ايه، انا بحبه قوي. بوتشاكو، مش عارفه مهم. الله ايه ده مع ستار يا جماعه، بصوا طلعوا كيوت قوي.